عشان انت رزيل. مش هتموت يا سالم، مش دلوقتي. مش هتموت. يوسف لا. حضرتك شفته من شويه ده كان جزء من حاله شاب عنده او معمول له حاجه اسمها سحر سفلي اسود. اوقات كتيره وانت بتقلب على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي صور لناس معمول عليها طلاسم وسحر وحاجات زي دي. اسئله كتير بتيجي في دماغك طول الوقت عن موضوع السحر والجن والكلام ده. علشان كده في الحلقه دي النهارده هيبقى معايا الاستاذ احمد جبر، باحث في علوم الرقيه الشرعيه، واللي هيجاوبنا على اسئله كتير جدا تخص الموضوع ده. دلوقتي في اسئله كتير بتيجي حوالين موضوع السحر والدجل والشعوذه والكلام ده كله. تمام. امتى بقى انا كمريض اعرف ان معمول لي سحر او عمل؟ يعني ايه الاعراض اللي بتيجي للمريض يقول ساعتها ان انا معمول لي سحر او عمل؟ سؤالك جميل جدا، لان في ناس كتير بتحتار في الموضوع ده وتعددت فيه التشخيصات والاقوال. احنا بالنسبه لنا الكشف اللي بيظهر الاعراض الرقيه الشرعيه. عندك عكوسات، عندك لخبطه، عندك خنقه، عندك وقف حال، عندك امراض عضويه. الجهاز اللي بيكشف اذا كان كل ده سببه روحاني ولا طبي الرقيه الشرعيه. بناء عليه بتسمع الفيديو بتاع الرقيه وتشوف الاعراض اللي هتحصل لك ايه. اذا حصل لك اعراض فانت هنا مصاب روحانيا. لو سمعت الرقيه وما حصلكش اي حاجه، اعلم ان اي حد يقول لك انك مسحور او معمول لك او محسود بيشتغلك وبينصب عليك. طبعا السحر ده انواع كتير. ايه بقى الفرق بين انواع السحر او ايه هي انواع السحر؟ انواع السحر بتختلف من كل واحد للتاني، لان مفيش حاجه اسمها انك انت تنفع تاكل سحر وتشربه ويبقى مدفون لك ويبقى متعلق، لان السحر علم وقواعد. ربنا قال في القران فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر هو تعلم وقواعد. فهنا انت طاقتك مثلا برجك ناري ولا هوائي ولا ترابي ولا مائي. لو حضرتك برج ناري فاللي هينفع معاك اعمال معلقه في اماكن حراريه وفيها مرتفعه الحراره زي الصحراء مثلا، او الاماكن اللي فيها اشياء مشتعله زي الافران. فهنا العمل بتاعك لازم يتحط في البيئه دي. لو حضرتك برج مائي فالعمل بتاعك لازم يبقى جنب انهار او في البحر. لكن لو اتحط في المقابر مش هيشتغل، لان كل واحد حسب طاقته ونوع برجه. فاي نوع سحر يتعمل بخلاف طاقتك مش هيشتغل اصلا. حلو جدا. ايه بقى اشرس انواع السحر دي؟ اشرس انواع السحر دي هو السحر المأكول والمشروب. ناس كتير بتفتكر ان السحر المدفون اقوى، ولكن السحر المدفون اقل درجه، لان قوه السحر بتبقى مرسله من داخل المقابر على المريض. اما السحر المأكول والمشروب فمصدره معدتك، فطاقته طالعه من جواك، يبقى مضاف عليه مواد سيئه جدا جدا بتاثر على جسم المريض بالسلب. وبحاله الصرع والتشنجات بتكون من اعلى انواع الاذى. طيب ده بقى بيوصل المريض لاي مرحله؟ يعني ممكن المريض مثلا يتوفى بسبب الكلام ده؟ ممكن يصل بالمريض الاول بالصرع والجنون حتى ان ينهي حياته بدون اي مقدمات. يعني ممكن يتوفى بسبب السحر ده؟ طبعا بشكل مرعب. وطبعا دي كلها اعمار او طبعا اجل بايد ربنا. تكلم في الجزئيه دي ووضح لينا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ربنا بيقول ان يقع عليك الضرر من السحر، ولكن لن يقع الا اذا كنت انا كاتب ده. حلو جدا. زمان كده كنا نقعد نسمع من اهالينا والناس الكبار القدام دول يقول لك اصل انا شفت جن او كلمني وانا كلمته. هل ممكن اسمع جن او اشوف جن؟ سؤالك جميل جدا، لان في ناس كتير قوي بتقول ان انا بشوف الجن وبتكلم معاه. هذا غير حقيقي وغير صحيح، لان ربنا كان واضح معانا في الايه وقال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهنا ربنا بيقول لنا ان احنا الجن يقدر يشوفنا لكن احنا ما نقدرش نشوفه. طب امال ايه اللي احنا بنشوفه وبنسمعه؟ ده اسمه تشكل للجن، يعني حاجه غير حقيقيه الجن مصورها لنا بالعقل الذي يتصور. يعني ممكن يتشكل على هيئه قطه، على قطه، على كلب، على حيوان، على رجل، كما مسكه سيدنا ابو هريره لما كان الشيطان بيسرق من بيت مال المسلمين وامسكه سيدنا ابو هريره وكان يظن انه رجلا، الى ان جاء اليوم الثالث واخبره النبي انه الشيطان. طيب ايه الاماكن بقى اللي بيعيش فيها الجن؟ يعني ممكن يبقى في بيتي ولا في البحر ولا في الخرابات؟ ايه الاماكن اللي بيعيش فيها؟ الجن والشياطين بيعيش دايما في الاماكن المهجوره والخربه واللي بيصدر منها روايح كريهه وبيعزلها الناس. الناس فاكره ان الجن هو اللي بيهجم على حياتنا ويخترقنا، لا بالعكس. الجن بيعيش في اماكن بعيده، في بيت مهجور، في بيت اصحابه سافروا وتركوه. انا سمعتك بتقول جزئيه الجن
الشيطان، هو ايه الفرق ما بين الاتنين؟ فرق بين السماء والارض، لان ابليس هو من ذريه الجن وليس الجن من ذريه ابليس، وكل من ذريه ابليس شياطين مفيش منهم موحدين. اما الجن فمنهم المسلمون ومنهم دون ذلك، كنا طرائق قددا كما وضح الله في سوره الجن في القران. ليه الجن ممكن ينفذ طلب للدجال؟ يعني دايما كل حاجه بتكون بمقابل، صح؟ ليه الجن ممكن ينفذ طلب الدجال او الساحر؟ التحدي اللي حصل بين ابليس وبين الله عز وجل انه هيفسد في الارض وانه هيضل عباد الله. فهنا ابليس نازل بدون سحر وبدون تكليف اصلا يفسد في الارض، اللي هو من باب الاغواء للشر، من باب الاغواء للشر والافساد في الارض. فمن هنا يبدا الساحر يقدم القرابين للجان ده، فمن هنا الجان يبدا ينفذ الاوامر للساحر ده عشان يستمر الافساد في الارض الى قيام الساعه. بالنسبه لموضوع الجن ده بقى، انت او ايه الخطوات اللي بتتم لمجرد ما يكلف الساحر الجن انه يأذي بني ادم؟ ايه الخطوات اللي بتتم بعد كده؟ اول خطوات مفيش حاجه اسمها انك اتعمل لك السحر اهو الجن يلبسك مباشره. كل سحر يا اخويا بيعمله الدجال او الساحر موكل بشيطان. الشيطان ده ما يقدرش مره واحده يدخل جسمك، ربنا ما اداش سلطه للجن انها تدخل جسمنا نهائي الا اذا بدا الشيطان يعمل مقدمات. ايه هي؟ يوريك احلام مزعجه وخيالات وكوابيس، فتقوم من النوم مفزوع فيأثر على نفسيتك. بعد كده لو انت تجاهلت الاحلام وما ركزتش فيها ومش شغلت بالك، يلعب الشيطان عليك من مدخل تاني، فيبدأ يوريك في اصوات في المكان، حاجات بتتحرك، في خيالات، تحس ان حد بيلمسك. اول ما تبدأ الخوف يدخل جواك والقلق يسيطر عليك، من هنا الشيطان يدخل من قلقك ومن خوفك ومن اعتقادك انك مسحور او محسود او ملبوس. الاعتقاد هو البوابة الزمنية بين عالم الجن وعالمنا. لذلك لو في واحد اتعمل له عمل وهو مش معتقد في الاعمال ولا بيعترف بتاثير الجن عليه، ومعتقد في ايه ربنا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، لو الجن عمل اللي عشان يدخل جسمه مستحيل الا اذا بدا يلعب الالعاب دي على الشخص والشخص بدا يخاف او يعتقد. ثواني، هو ممكن الجن المكلف باذيه بشري او انسان يوصل لحد الحاله وما يقدرش يعمل معاه حاجه؟ ما تشوفهاش اصلا. طب يبقى ايه السبب؟ هل عشان هو راجل تقي ولا عشان راجل بيصلي ولا مدى اعتقاد؟ قوة السحر والحسد هي عبارة عن كلمات كفرية وشركية، هي عبارة عن طاقة. الشيطان اللي جاي لك ده أصلا طاقة، وهو بيشوف طاقتك، بيخترق طاقتك، بيأثر على طاقتك. طب لو أنت متقي الله عز وجل وصلاتك وتحويطاتك إيه الغرض منها؟ إن ربنا يأمرنا بيها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة كان يجلس على فراشه ثم يقرأ المعوذتين وآية الكرسي ثم ينفث ثلاثة ثم يمسح على جسده. ايه الغرض من النبي كان بيعمل الحركه دي؟ انه جسمه وجسده بطاقه الايمان وبطاقه القران، لدرجه ان الشيطان لو جالك لا يراك بسبب الحمايه ويقينك في الملك عز وجل والطاقه اللي انت وضعتها على جسمك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في ليلته ظل عليه ملك يحرسه حتى يصبح، ومن قرأها في الصباح ظل عليه ملك يحرسه حتى يمسي. كلمة ملك يحرسه تشبيه وتوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم ان فعلا في ملك واقف جنب منك بيحميك من ايه؟ من شر الشياطين ومن شر السحرة ومن شر المشعوذين وحتى من شر الاقدار اللي ربنا جعلها ابتلاء ليك. فمع دعائك ربنا يرفع البلاء. لان احنا شفنا صور كتير في الفترة اللي فاتت لناس معمول عليها طلاسم والكلام ده. هل ممكن حد يأذي حد بصوره على الفيسبوك اللي احنا فرحانين بيها وبننزلها ليل نهار دي؟ كمية الأعمال اللي طلعناها من 2013 لغاية السنة اللي احنا فيها دي بالآلاف، وأغلبها كان متاخد سكرين شوت من صفحات الفيسبوك والواتساب. بياخد الصورة سكرين شوت ويروح بيها للساحر، والساحر يبدأ يكتب الطلاسم والتعويذ بتاعته ويعمل العمل ويحط العمل في المقابر أو حسب نوع طاقة الشخص إيه. وده طبعا دي مرحلة قوية إنه يحطه في المقابر دي. جدا طبعا. فكرة إنه يتحط في المقابر الغرض منها صعوبة الوصول للعمل عشان ما يتفكش بسهوله، ومحدش يعرف يوصل له، لان بيبقى فيه رهبه وخوف اكثر من الاماكن اللي زي المقابر دي. اصعب بقى منه اذا وضع العمل داخل القبر، داخل الميت،
في الفم والعياذ بالله. او عزنا الله في فرج الميت اذا وضعت في فرج كده الميت. اتقفلت على كده. كده كارثه بمعنى الكلمه. اذا اكل الدود وبدا يتحلل الجسد ويتعفن يخرج مواد سيئه جدا على العمل ده، وكل ما زادت الرائحه وتزيد من قدرته، كل ما بتزيد قوه السحر، كل ما بيزيد قوه هيجان الجان على المريض فيزداد اذاه وجنونه الى ان يصاب بالموت، الى ان يصاب بالجنون ويصل الى الموت. طيب علشان خاطر في اسئله كتير جدا جدا لو احنا ابتدينا نتكلم فيها عايزين حلقه، لا حلقات تانية كتيره جدا، احنا حاولنا نختصر. تمام. وعلشان كده هسالك سؤال بس مش عايزك تجاوب عليه دلوقتي، هنجاوب عليه في الحلقه اللي جايه، وكمان معاه اسئله كتير بتدور في اذهان الناس. وبتروحوا تطلعوا الحاجات دي من المقابر صح؟ صح. طيب بتعرف ازاي ان المقبره ديت فيها السحر ده والسحر ده موجود هنا؟ يعني بتعرفوا الحاجات دي ازاي؟ بس انا مش عايزك تجاوب عليه دلوقتي، تمام. هنجاوب عليه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه او الجزء الثاني من الحلقه دي. شيروا الفيديو ده، اعملوا لايك وشير ومنشنوا لكل الناس لعل الناس تستفيد من الكلام اللي احنا بنقوله ده. اشوفكم في الجزء الثاني على خير، استنونا. السلام عليكم.